إذا بالغلط وقعت من طيارة، أغلب الناس راح يفكرون لازم تحاول توقع بالمي، بس بالحقيقة هذا أسوأ خيار، لأنه هي السرعة اللي جاي توصل بيها فوق بالجو فوق ال 200 كيلومتر بالساعة، فإذا وقعت بالمي راح تتأذى أكثر من ما توقع على اليابسة، فالأحسن تختار مكان ثاني توقع عليه، مثل هذا الفراش من شركة إليجير، وهسه راح أحكي لكم ليش. فبالأول خلينا نفتح البوكس مالته. اوكي، اول شيء الكتيب. هذولا صراحة ما اعرف شنو هذولا، لكن هسه شوي راح نكتشف شنو. الكيس مالته، ولاستيكة زيادة، واكو فيشة يو اس بي سي. يا ترى الفراش ليش يكون بيه فيشة يو اس بي سي؟ ما ادري، لكن هسه شوي راح نشوف. خلينا نجيب السكينة. طبعا هذا الفراش مو عادي يا ولد، لان اول ما تفتحون الفراش راح تشوفون شيء غريب اللي هو البامب هنا. فخلينا نشغله يا ولد. واول شيء راح تلاحظون عليه انه الفراش قام ينتفخ. طبعا الفراش هو سفنج وهمنا بامب فيتعبى هواء يا ولد. طبعا البامب كله صغير لكن شويه يطول، لكن اذا شحنته فول فتقدر تنفخ الفراش 10 مرات وتنفسه 20 مره. وهنا همنا اكو مكان عم تنفخ الفراش بالبامب مالتك، وهذا المكان مكان المخده. 2000 years later. وهي البامب يا ولد. طبعا البامب كله صغير، تقدرون تشحنه بشاحنه تايب سي، ومنها تنفخ الفراش ومنها هنا تقدر تكبسه. فاكتبوا لي جوا بالتعليقات آراءكم، تعليقاتكم. تحبون نطلع نخيم يا ولد؟ اكتبوا لي بالتعليقات.